صباح الخير يا بابا، طلعت يا محلى نوره شمس الشموسي، يلا بينا نملى ونحلب لبن الجاموسي. صباح الفل او مساء الفل عليكم وحسب الوقت اللي حضرتك تسمعوني فيه، واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم مسرح الاساطير والافلام. زي ما انتم شفتوا من اسم الحلقه، النهارده معانا مسرحيه برضو ولكن كوميديه، ومش هنطول خالص في تلخيصها عشان حضراتكم معظمكم شفتوها او سمعتوا عنها. ومسرحيه النهارده هي العيال كبرت. المسرحيه دي يا جماعه مشهوره بين اجيال كتيره، والملجا لاي تنافس او يكون عندك شويه اكتئاب كده تسمعها وتحس انت بقيت تمام خالص مش عايز حاجه بالدنيا. والمسرحيه جميله ان هي بتدور في مكان واحد، والمكان ده هو منزل الاستاذ الفاضل رمضان السكري. هو اول واحد بنشوفه، ومن بعده السيده الفاضله زوجته زينب جد الله، ومن بعدهم الاولاد بيدخلوا علينا واحد ورا التاني، واولهم كمال واخرهم سحر. كل واحد من الاولاد بيدخل بنعرف عنه مشكله او عيب. كمل معانا في بقيه المسرحيه. اولهم كان كمال اللي عايز يتجوز مدام محاسن جارتهم، او الشهيره بمدام سونا اجدع ناس، الارمله ذات الاربع اولاد. وعاطف بقى يا حبيبي على عاطف اللي بيتكلم في التليفون عايز يكلم عليه سعاد حسني، وسلطان اكبر الاولاد اللي لسه في ثانوي وبلطجي ومش عايز يتخرج، وسحر البنت الدلوعه الوحيده في الاسره اللي بتقدم على اختبار رقصات في كباريه وعايز تشتغل رقاصه. ولكن في اول مسرحيه بنشوف الاب والام اللي هو الحاج رمضان السكري المهتم بشغله قوي، والام زينب اللي مهتمه بالرز والبقاله وتدبير البيت مع الاستاذ رمضان السكري. كل ده عادي وممكن نشوفه في اي بيت مصري، ولكن هي دي بقى ولكن المسرحيه بتبدا فعليا، بيبدا الضحك لما كمال بيكتشف ان شنطته اتبدلت بشنطه والده. ومش دي المشكله، خد شنطتي يعني ولا بلاش تروح خالص. جامعة ايه اللي انتوا هتروحوها بشنط دي؟ المشكله ان هو بيلاقي جوه شنطه والده جواب غرامي وعقد حريم، والجواب الغرامي ده كان مبعوت لابوه من واحده هيهرب معاها ويسيبها. هنا بقى بتبدا فكره المسرحيه، وهي محاوله الاولاد لمعرفه مين الست دي عشان يمنعوا والدهم من السفر، خوفا منهم على تفكك بيتهم وان هم هيتشردوا من بعض. وبالرغم ان دي حاجه تحسها مأساويه، ولكن بنضحك ضحك من القلب على كميه المواقف والتهريج اللي بيحصل ما بينهم والاعتراضات والمواقف الساخره اللي بتنشأ بين الاولاد، وهم بيحاولوا يحلوا هذا اللغز وبيحاولوا ينقذوا البيت اللي هم عمرهم ما فكروا في وقت ما ان هم يكونوا في الدور ده، ان هم يدوروا او بيحاولوا يسعوا عشان ينقذوا البيت. ومن ضمن المواقف دي رخامه سلطان السكري واعتراضه على كلام كمال اللي يصعب على امثاله فهمه، كلام كبير قوي يصعب على امثالي فهمه، او اقتراحات عاطف ان ابوه يهرب مع عمته، او اسئله سحر الوجوديه، وعصبيه الاستاذ كمال على اخواته الغير مقدرين لهذا النبأ. وكل ده بدون معرفه والدتهم الحاجه زينب جد الله. وطبعا المسرحيه دي وهذه الرحله بتنتهي ان هو بيقدروا يقنعوا والدهم انه ما يسافرش، نظرا لحبهم الشديد ليه وتعلقهم كاسره مع بعض رغم تفككهم او رغم اختلاف ارائهم، ولكن هو بيصلحوا من نفسهم ويقدروا يقنعوه ان هو يظل معاهم في البيت. طبعا انا تلخيص ده سريع جدا لتحفه عظيمه جدا، ولكن زي ما احد اصدقاء البرنامج قال لي انت تعمل ايجاز غير مخل، واتمنى والله من كل قلبي ان انا كنت عملت كده في الحلقه دي. انا عن نفسي بتفرج على المسرحيه دي كل ما اكون متضايق، وعمرها ما فشلت انها تضحكني او تفكني من المود اللي انا فيه. المهم عايزين بقى نركز مع بعض عشان هنقول شويه كلام كبير ممكن يزعل بعض الناس مني، ممكن تشوفني بفلسف الامور، ولكن اتمنى انتوا لو بتسمعوا لحد دلوقتي نكمل مع بعض وناخد الرحله دي سوا. يلا بينا يلا بينا. اول نقطه هتكلم فيها هي دور الاسره في نشأة الطفل وقدرته على تكوين علاقات سليمه وصحيه. طبعا يعني هم بعجر من اولها زي ما كان كمال بيكلمهم، ولكن النقطه دي يا جماعه مهمه قوي، لان اي حد مننا واحنا صغيرين بيحتاج الاهتمام والحب بشكل كافي، ولو ما حصلش على القدر ده من الاهتمام او الحب ويدور عليه مع ناس تانية وبره البيت. ومش بس كده، ممكن يدور عليه باشكال تانية غير اللي انا ممكن اقدمها له بشكل صحي. وده بيخليني اشوف ان في علاقات كتيره ما بتنجحش بسبب ان احد الطرفين داخل العلاقه دي يا جماعه لسبب محدد، او بيدور على حاجه معينه وهي الاهتمام او الاحساس بالاشباع من الشخص التاني. وده بيفكرني بجمله منتهى الروعه والجمال من مسلسل اسمه الخواجه عبد القادر، كان الشيخ بيقول فيها كل حب مربوط بسبب يزول بزوال السبب. حد بقى هيجي يقاطعني دلوقتي يقول لي انت عمال تتكلم كلام عام وما اتكلمش عن المسرحيه، اقول له بس خلينا نبدا بالترتيب كده. اول العلاقات الغير صحيه في المسرحيه كانت من طرف كمال اللي رفض بنت الحاج الحمصاني، وقال لوالده انه عايز يتجوز والمدام سونا جارتهم اللي هو اساسا بيدرس لاولادها. يعني الست عندها 4 اولاد جوزها طلقها، وهو كاستاذ كمال عايز يقوم بالدور ده ويكون هو الدور الابوي. طبعا كل واحد حر، مفيش عيب انك تختار حد اكبر منك في السن، ولكن يا جماعه وجهه نظري ان كمال او شخصيه كمال كان عايز يتجوزها لسببين. واحد منهم الراجل قاله صريحه ان هو عايز يتجوز واحده استعاقله ومش زي بنات اليومين دول اللي دماغهم تافهه،
وده وارد يكون حقيقه مفيش مشكله، ولكن السبب الثاني هو ان كمال كان عايز يعيش دور الاب، الدور اللي هو كان بيعمله فعليا على اخواته ولكن مش بشكل كامل. كمال حب فكره ان هو صاحب الامر والنهي في البيت، او ان في حد سيده واولادها هيكونوا متعلقين. حتى هو ذكرها قال لك ايه، أنكل كمال خطيب ماما. هو كان مبسوط بتعلق الاطفال بيه وان في ناس كلها معتمده عليه وشايفاه يا جماعه ذو شأن وبتطلعوا ليه. وده طبعا كل ده كلام غير سليم وعلاقه غير سليمه، عشان ببساطه هو مش الاب، وما ينفعش يكون اب لطفل مثلا زي ما والده قال له في طفل في الاعداديه، عشان تكون في جامعه ويكون انك في اعداديه. وده كان اول مثال. يجي بقى لحبيب الجماهير والامهات بالتحديد وهو عاطف السكري. يا حبيبي على عاطف غلبان خالص، الراجل ما بيعملش اي حاجه غلط، الراجل يا دوبك يعني ايه بيحب سعاد حسني الفنانه المشهوره وقتها وعايز يتجوزها. ايه المشكله يعني؟ مفيش اي حاجه غريبه في الموضوع. شاب في المدرسه مع تقريبا بيقول لك ما خلص الاعداديه لسه عايز يتجوز سعاد حسني ويتوبها ويعيش على فلوسها. يعني انا ما اعتقدش ان انا محتاج اشرح العلاقه دي او الحاجه الغير سليمه هنا عشان هي باينه اصلا للعيان يعني. المهم ننتقل لسحر اللي قدمت في كبير النجوم ونجحت في اختبارات انها تكون رقاصه وفتاحه. عشان ايه يا اخويا؟ عشان تكون مشهوره ومعاها فلوس والمنتجين يجروا وراها. وده يا جماعه مثال واضح لشخصيه عندها نقص اهتمام، رغم ان اتذكر في المسرحيه ان والدها كان مدلعها وبيحبها، ولكن ده ما كفاهاش. ومع انشغال اهلها بتدبير امور البيت حست انها محتاجه الاهتمام في مكان تاني وبطريقه تانيه، حتى لو كانت شغلانه تعتبر غير شريفه لبعض الناس او لاسرتها او النشأة اللي هي نشأت فيها. وده برضو يوضح مدى اضطرابها هي كمان. طبعا انا عارف انكم مستنيين هقول ايه عنه، ولكن سلطان السكري هنتكلم عنه قدام مش دلوقتي. ونتجه سريعا للنقطه الثانيه، وهي ان ازاي في بعض الناس ما خدتش حب كفايه من بيتها او الناس المقربين ليهم. في النقطه دي يا جماعه بالذات هنتكلم بقى ايه عن السيد رمضان السكري، رب الاسره المكافح اللي تحول من مدرس لغه عربيه لتاجر كبير. ولكن يا جماعه رمضان ما حسش بالتقدير والحب في بيته، عشان كده فكر وقرر انه يسيب البيت ويسيب كل مسؤولياته عشان وجد الحنان او الاهتمام من شخص تاني، حتى لو كان السبب لحب الشخص التاني ده هو فلوسي. وده بيفكرني بمقابله مؤثره جدا للعظيم فؤاد المهندس مع الاستاذ مفيد فوزي، هتلاقيه منزلها على انستجرام وفيسبوك، لما قال له انا ما لقيتش حد دلعني يا استاذ مفيد. بيدلع نفسه مش ممكن. يعني ايه يا استاذ فؤاد بتدلع نفسك؟ انا ما لقيتش حد يدلعني يا استاذ مفيد، ما فيش حد دلعني، ما فيش حد استناني على غدا. وده يا جماعه كان سبب اساسي لهروب رمضان السكري من اسرته. الانسان من هنا يا جماعه لو ما حسش ان في حد مهتم بيه وبيحاول يقدم له اللي هو محتاجه مش هيكمل معاه. السيده زينب كانت اهتمامها الاساسي البيت ثم الاولاد، وفي الاخر خالص رمضان السكري. وده شفناه على لسان سلطان اما قال لها انت محتاجه تهتمي بنفسك وتاخدي بالك من جوزك. وبرضه اللي ورد عنهم المشكله دي والدهم اللي بيجري ورا الفلوس ومش عارف هم بيعملوا ايه اساسا او ولا بيخربوا ايه في حياتهم، والام المهتمه بالاكل والهدوم وتدلع كل واحد من دول وتديله قرشين وخلاص. طبعا انا مش بقلل من الدور اللي بيقوم بيه الاب او الام، ولكن في اوقات الموضوع يا جماعه بيتخطى هدفه والاولاد بتتنسي خالص ومحدش بيعرف هم بيعملوا ايه او بيمروا بايه اساسا. وبرضه عشان ما اطولش عليكم خلينا نروح للنقطه الثالثه، وهي واحده من اشهر التيمات في كل الاعمال الادبيه، وهي appearances versus reality، المظاهر ضد الواقع. في أول المسرحية بنشوف الشخصيات واحد ورا التاني وبنبدأ نكون فكرة عن كل واحد من خلال الأحداث المسرحية. أولهم رمضان السكري. أول انطباع هو الأب المكافح اللي بيحاول يوفر لأسرته أفضل ما يمكن، ولكن مع أحداث المسرحية بنشوف إنه شخص مستسلم لدوافعه الشخصية وزهق من مسؤولية الأسرة وكون المسؤول عنها، بل وكمان قرر إنه يهرب لواقع مريح أكتر ليه، مع إنه كان ممكن يواجه مراته أو أولاده بإحساسه بعدم الراحة ببيته، ولكنه قرر ياخد الطريق المختصر ويحاول يهرب قبل وقوع المواجهة. وبعد كده معانا زينب الأم المثالية غير المثالية. أول لقطة بنشوفها ماشية بتنقي الرز وتطلب من جوزها طلبات البيت وبتدعي له إن ربنا يكرمه، كلام جميل، ولكن هي دي بيت حياتها، إنها تطبخ وتغسل وتروق البيت، وده كان على حساب مين؟ على حساب جوزها وأولادها، وما كانتش عارفة أي حاجة عن ولادها. أما بقى أول العيال وهو كمال المتعلم المثقف المتفوق في دراسته، لكن أول انطباع طبعا، ولكن الانطباع ده انهار سريعا لما اكتشفنا إن كمال علمي بس، وعلمه ده ما ساعدوش يفكر بشكل سليم، وهو بيفكر في شريكة حياته اللي أكبر منه في السن وفي المسؤوليات اللي كانت هي عايزاه يشيلها مكانها. وكمان هو ما عرفش يمنع أبوه من السفر رغم علمه وتفوقه وكلامه باللغة العربية الفصحى وكل هذا، كل ده ما قدرش ينقذ المصيبة اللي هم كانوا فيها. ومن بعد عاطف اللي بنشوفه كلنا ونشوف البراءة ونشوف الطفل الصغير الجميل، ولكن يا جماعة في الواقع عاطف كان أناني ومهتم بسعاد حسني وتليفوناته ليه، مش مهم البيت بقى يدفعوا كام فواتير تليفون، مش مهم البيت يتخرب، مش مهم أبوه يهرب، مش مهم أي حاجة، المهم تليفونه وسعاد حسني والرسم اللي هو بيرسمه الراجل. كان هيفضح الموضوع كله لوالدته ويدمرها نفسيا عشان قالت له إنها عاملة له الأكل اللي بيحبها.
لو انت بتجيب الهريسه جبت البسيمه. بالنسبه لسحر ما لحقناش نتصدم قوي، لسه بنفكر انها البنوته الوحيده وانها تكون العالم اللي فيهم عشان نلاقيها مقدمه على اختبار رقصات، ومش حبا في المهنه ولا انها شايفاها فن مثلا ولا حاجه، ولكن عشان هي عايزه الاهتمام وعايزه تكون غنيه. واخيرا مع مسك الختام الاعز والالذ وهو سلطان السكري. السلام عليكم. وبالنسبه لنا هو اهم شخصيه في المسرحيه. بنشوف سلطان يا جماعه على هيئه البلطجي الفاشل دراسيا، ولكن مع الاحداث بنشوف الوجه الثاني لسلطان اللي كان اكثرهم حزن وخوف بسبب فكره رحيل والده. هو الراجل اعترف بيها على لسانه في احد المشاهد لما قال لك انا صحيح مدب وبجعجع بس قلبي طيب، ثم انه ابويا زي ما هو ابوكم. وبالنسبه لي سلطان كان بيهرب من واقع اختياراته بالتهريج والاعتراضات وتمثيل دور الشاب الصايع، ولكن من سخرية القدر ان سلطان هو اللي قدر يواجه والده ويقنعه انه ما يسافرش، وكلمه عن المسؤوليه وازاي انهم ما ينفعش يتخلى عنهم ولا هم قدروا يتحملوا فكره انه يسيبهم ويمشي. في المشهد ده يا جماعه بنشوف عبقريه شخصيه زي سلطان، شخص عارف وقادر يتكلم عن كل مشاكل بيته حتى لو هو كان جزء منها، وازاي قدر يتناقش مع والده ويقنعه انه ما يسيبهمش. ودي كانت نقطه مهمه قوي، ان ازاي سلطان الصايع الفاشل في نظر المشاهد ونظر عيلته هو اللي انقذ عيلته وبيته من الانهيار. وده اكبر دليل على النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، ان المظاهر مش حقيقيه ولكن الافعال هي الحقيقيه. ممكن واحد مش ناجح دراسيا ينجح في الحياه، وغيره المتفوق دراسيا زي ما شفنا يكون فاشل ومش عارف يعمل اي حاجه طبيعيه ولا حاجه سليمه. واخر حاجه حابب اذكرها ان المسرحيه دي يا جماعه كانت موجهه للاسره المصريه بحالتها الحقيقيه. يعني ايه؟ يعني المسرحيه دي يا جماعه كانت بتواجه وبتتريق على الاسره المصريه بمشاكلها. يعني اللي قاعد في الجمهور كان بيتم السخريه منه باي مشكله من المشاكل دي اللي كانت موجوده عنده في البيت. الكل كان خايف يواجه الاسره المصريه بحاجه زي كده، ولكن المسرحيه دي عملت حاجه بيسمى دس السم في العسل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو يخليك تضحك وتستمتع. لحد دلوقتي هو بقى لها اكتر من 50 60 سنه مثلا ما اعرفش تعرض، انت بتقعد تتفرج على المسرحيه ولكن انت بيتم السخريه عليك او بيتم السخريه على جزء من حياتك انت او حاجه ممكن انت بتعدي في حياتك يوميا. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، وكالعاده يا ريت تقولوا لي تعليقاتكم وارائكم، واتمنى الحلقه تكون عجبتكم. طبعا انا كالعاده كنت معاكم عمر الدش، ونتقابل الاسبوع الجاي حلقه جديده من مصر على الاسطول والافلام. سلام.